2025 بمدريد. ينضم إلينا اللحظة مباشرة من مالاغا الأستاذ إدريس رمزي الروكي، إعلامي وخبير متخصص في العلاقات المغربية الأوروبية. أهلا بك. بداية، مع تسجيل 3,500,000 سائح إسباني ببلادنا في 2024، كيف تساهم مشاركة المغرب في معرض فيتور في تعزيز قدراته التنافسية في الأسواق السياحية العالمية؟ الأكيد سيدتي الكريمة هو أن المعرض الدولي للسياحة فيتور 2025 في نسخته 45 هو معرض دولي له أهميته في الساحة العالمية. الزيارة ديال العاهل الإسباني خاصة وعائلته يعني المكان المخصص أو الرواق الخاص بالمملكة المغربية هو أعطى شكل جيد، شكل جميل جدا. يعتبر أكيد على أنه الرواق المغربي يحظى باهتمام كبير للإسبان أو للأوروبيين. الاستقبال كان استقبالا كذلك رسمي من طرف السيدة السفيرة للمملكة المغربية والمدير العام للمكتب الوطني للسياحة، وكذلك المدير العام رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة. هذا الاستقبال كان استقبالا رسميا، وبالتالي اليوم في هذا المعرض الذي يخصص للكثير من الدول، والتي يعني كاين والكثير من الدول، ولكن الرواق المغربي خاصة أعطى امتيازا، أعطى قيمة. لاحظنا أن الزيارات كانت يعني مخصصة لهذا الرواق. إذن المعرض أعطى تلك الصبغة الدولية، ولكن الرواق المغربي أعطاها تلك الحفاوة الإفريقية المغربية العربية. كيف يمكن للمغرب استثمار التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال لتعزيز مكانته كجسر سياحي وثقافي بين إفريقيا وأوروبا وبين الحضارتين العربية والغربية، من خلال تطوير عروض سياحية شاملة تعكس هويته المتعددة الثقافات؟ الأكيد سيدتي هو أن المغرب أولا يعتبر سفير، قلتها مرارا وتكرارا، لإفريقيا تجاه أوروبا. المغرب اليوم يعتبر كذلك سفير معتمد لإفريقيا، سفير معتمد للعرب في كل الميادين وخاصة في السياحة. الانتقال للمغرب خاصة مع إسبانيا فقط 16% مقارنة 2023-2024 بما يقرب زيادة ديال 3.5 ملايين سائح، ليس عاديا. سيدتي الكريمة، المغرب اليوم المغرب مكان يعتمد للهوية الإفريقية العربية الإسلامية والتحاقها والتمامها مع الدول الغربية. المغرب اليوم يعتبر المكان الوحيد الذي ممكن أن تتجانس فيه جميع الثقافات، وبالتالي لا شك أن المبادرات التي سوف تنظم في القريب وشهر أكتوبر 2025، وهو تنظيم مؤتمر سنوي للكونفدرالية البرتغالية السياحة في سنة 2026، تنظيم أيام السفر من طرف الكونفدرالية الإسبانية بالمغرب في شهر أكتوبر. هذا الشيء كامل له حضور 100 فاعل سياحي إسباني، 750 فاعل سياحي برتغالي من جانب آخر. الاتفاقيات هي اتفاقيات كثيرة سيدتي، اتفاقيات مع الفيدرالية الأندلسية، اتفاقيات مع الفيدرالية البرتغالية. وبالتالي اليوم المغرب بشكل ذكي، بشكل سلس، يستثمر كل هذه المعارض، يستثمر كذلك الأفق للاشتغال على 2030. نعم أستاذ إدريس الروكي، شكرا لكم، الإعلامي والخبير متخصص في العلاقات المغربية الأوروبية. نشكركم على كل هذه التوضيحات. كنتم معنا مباشرة من مالاغا.